السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في شاب عنده بيت ملكه، هو صحيح صغير ولكن ملكه. اتجوز فيه، وبعدين أهل مراته قالوا له ايه، شقتك صغيرة واحنا بيتنا كبير، ما تيجي تبيعه وتبني شقة على سطح عمارتنا، والمسطح حلو كبير واسع وجميل. وهو بخيبته صدق وراح باع البيت وحط وبنى شقة كبيرة وشطبها ونقل. بعد ما بنى حماه قال له ايه، خلي بالك البيت بيتي انا وبملكي انا وباسمي انا، بس علشان خاطر ان انت بنيت انا هخلي الشقة باسم مراتك، هكتبها باسم مراتك، وطبعا انت وهي واحد. وبرضه هو بخيبته وافق. شفتوا بقى، وافق كده، باع البيت وبنى شقة، والشقة اتكتبت باسم مين؟ باسم مراته. يجي اول ما يزعل مع مراته مراته تطرده، يلا يا ابني كذا وكذا وكذا وكذا، على طول اتقلبنا من الوجه، اتقلب من كذا لكذا. واخدين بالكم انا ما بقدرش اتكلم اكتر من كده. المهم، على هو ما ينزل السلم تكون هدومه اترمت له منين؟ من البلكونه. اللي ما يسمع ياكل لما يشبع. فحبيت انبه كل الشباب، اوعى يا ابني تقع في نفس الموقف ده. طبعا هو اخواته كلهم متجوزين، وكل واحد في بيته مع مراته وولاده، وهو كان اصغر واحد فيهم. هيروح فين بقى؟ ابوه وامه ميتين، والبيت ده اخواته كانوا اتنازلوا لك منه، هو لسه صغير وهو حياته على قده، هم كلهم مرتاحين ما شاء الله. فقالوا له خلي البيت ده ليك انت. وفي الاخر طيروا بغبائه، اتكتب باسم مراته كده، الشقة اتكتبت باسم مراته مع هدوان السر. مفيش مشكلة، بس ما ينفعش تقعد في بيت حماك، ما ينفعش. طب ما انت قاعد في بيتك ملكك، ايه اللي يخليك تكتبه باسم مراتك وهو مش فلوسها؟ بس بيت ابوها كل شوية ترمي لك الهدوم، ويجوا بقى ناس، يعني ما هو مش لاقي مكان يبات فيه، يجوا بقى ناس ويصالحوهم على بعض، ويرجع يجي يزعلوا من بعض تاني، ترمي له الهدوم. مهزلة مهزلة بكل المقاييس. في واحد بقى تاني مش عارفة أقول عليه إيه، حماه من البداية، من ساعة ما اتخطبت وهو بيقول له انت تبيع شقتك دي. يعني الأب عامل عمارة كذا دور، بحيث ان كل ولد ليه ايه، ليه شقة. وده بقى الولد الكبير اكبر واحد فيهم، اول واحد يتجوز والعمارة لسه فاضية. قال له انت تبيع الشقة دي للغريب براحتك، لاخوك براحتك، المهم تبيعها وانا اكمل لك عليها وتجيب شقة قريبة مني عشان بنتي تبقى قريبة مني. وللأسف الشديد برضو هو وافق على الشرط بتاع حماه واتجوز. بس الله اعلم بقى ايه اللي هيحصل بعد ما يجيب الشقة.
معرفش بقى هيكتبها برضو باسمه وباسم مراته، ويبقى مصيره زي مصير التاني ده، الله اعلم. ده لسه هو في العسل، لسه ما راحش للبصل. السلام عليكم ورحمة الله. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.